كابتن مسعد، معنا واحد حبيبك قوي، الشاعر الكبير كامل عيد ابن مدينة بورسعيد. اهلا بيك يا استاذ كامل. اهلا اهلا. مع حضرتك الكابتن حسام غويبة مقدم البرنامج معانا، والكابتن مسعد نور حبيبك. يعني هسيب الحوار تديره، والكابتن محمد غندر معاك يا استاذ كامل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. انا بمسي على الكابتن مسعد نور والكابتن حسام غويبة والكابتن غندر. اهلا بيك يا استاذ كامل. بمسي على العصر الجميل يا شاعرنا الجميل انت. رجعتوني اللحظه دي للماضي الجميل والعصر الذهبي. ربنا يخليك يا استاذ كامل، انت ياما امتعتنا بشعرك الجميل للنادي المصري. امتعتنا باهدافك. ده الكابتن مسعد معاك اهو. وكنت ظاهره جميله، ويكفي ان انت في التهجير لما انضميت لاشبال الزمالك، وبعدين عودة التجمع النادي المصري تاني في الشرقية، وبعدين راس البر. نعم. وانضميت الى النادي تاني، الى نادي بلدك. ايوه يا استاذ وما رضيتش تروح حتى ياما كان في كلام كده عشان انك تروح الزمالك او فرقة اخرى، وانت رفضت. الحمد لله يا استاذ كامل. يعني هذا التاريخ احنا ما ننساهوش يا كابتن مسعد. استاذ كامل، وما ننساكش. أيوة. انت كمان يا استاذ كامل. هو بيقول لك انا لا يمكن انساك، لان انت ياما يعني امتعتنا بشعرك لمسعد نور على وجه الخصوص، وللنادي المصري كمان ايضا. يا سلام. ممكن نسمع منك كده كوبليه او بيتين كده لمسعد نور؟ عن مسعد وكتبت عن النادي المصري، وانا يعني كل كلامي كان كل وطنيات، انما انتماء البلدي برضه للمصري. ربنا يبارك فيك. والانتماء للبلد هو انتماء للوطن، لمصر العظيمه. تمام يا استاذ كامل. حضرتك، فانا من الحاجات اللي انا كتبتها اتفضل. بعد العوده في العصر الذهبي ايام بوشكاش، من ضمن الحاجات اللي قلناها مسعد يا مسعد. نعم. انا مش مطرب، انما اسمعك بحسب اللحن اللي انا عملته. اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا استاذ كامل. مسعد يا مسعد، مسعد يا فنان، خليت الكورة ترجع زي زمان. مسعد يا مسعد، مسعد يا فنان، خليت الكورة ترجع زي زمان. خليت للكورة معنا والملعب بيجمعنا، والجماهير بتقول يا ما شاء الله. مسعد يا مسعد، مسعد يا مسعد، مسعد يا لعيب، فكرتنا بالضزوي يا ساحر يا عجيب. خليت للكورة معنا والملعب بيجمعنا، والجماهير بتقول يا ما شاء الله، كستان يا كستان. الله 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 الله, 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 الله